بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك فيه. في الحلقة اللي فاتت درنا بداية الدعوة الجهرية للرسول عليه الصلاة والسلام وإيذاء المشركين. راح اليوم نستمر مع إيذاء المشركين واشتداد الإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام. بما أنه الحج راه قريب أو موسم الحج راه قريب، وبداو غير يفكروا والمشركين الشيء يقدروا يديروا بين منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام من الدعوة إلى هذا الدين الجديد اللي قال لك أفسد علينا حياتنا وخسر لنا مصالحنا المادية فرق الشمل تاع العائلة. بما أنه كاين ناس كشغل في العائلة هما وحدهم فقط اللي آمنوا، البقية ما آمنوش. فحكموا أبو لهب عمه اللي كان من أشد أعدائه. فلما اجتمعت سادة قريش مع أولاد أبو لهب اللي هما عتبة وعتيبة، واللي كانوا مكتوب كتابهم كما نقولوا على رقية وأم كلثوم بنات الرسول عليه الصلاة والسلام دون دخول، فقالوا لهم طلقوا بنات الرسول عليه الصلاة والسلام أو طلقوا بنات محمد بهيلها في طلاق بناته ويخفف شوية من الدعوة إلى الإسلام، كما نقولوا بهيلها على ذي الدعوة ويبقى يخمم غير في طلاق بناته. ففي كتب السير أحيانا تشوف واحد التعابير رائعة، يعني يقول لك فطلقهما كرامة لهن وإهانة لأولاد أبو اللهب. وفعليا هي إهانة أنه يطلقوا بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، وكرامة لبنات الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم ما يتزوجوش مع زوج مشركين. ومن بعد الله سبحانه وتعالى يعوضهم عوض جميل بذي النورين عثمان بن عفان كزوج من أرقى أزواج الأمة الإسلامية على الإطلاق. ما حكينا على حلف الفضائل، تفكروا واحدة الشخصية قلت لكم تفكروا اسمها العاص بن وائل السهمي، هذاك اللي سرق سلعة تاع واحد من اليمن وقال له بلي ما عندك لا سلعة عندي ولا مال، وعلى جالو ناض حلف الفضائل أو حلف المطيبين. تفكرتوه؟ هذاك هو اللي قال على الرسول عليه الصلاة والسلام أبتر. قال لهم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قال لهم محمد عنده ولدين القاسم وعبد الله وماتوا عنده غير البنات، ما ظلوش تعمروا في لسانكم به، ما هي إلا أيام وينسى الناس ذكره لأنه ما عندوش طفل اللي يرفع اسمه، ماشي كيما احنا. فشوفوا الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الكوثر بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفعلا العاص بن وائل السهمي يلقى الإنسان روحه بالك عنده 40 عام ولا أكثر من 40 عام عمره ما سمع به، والرسول عليه الصلاة والسلام 14 قرن يذكر رغم أنف الناس اللي ما يعجبهمش الحال، ويزيد في البلدان المسلمة يذكر علنا بصوت مرفوع 5 مرات أو 6 مرات في اليوم في كل أذان. وكل مرة الله سبحانه وتعالى يزيد واحد يبغي يأذي أو يبغي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ويزيد يدخل الناس في ذا الدين ويزيد يحببهم أكثر وأكثر في الرسول عليه الصلاة والسلام. بينما وائل بن عاص السهمي يا ربي لنحفظ ضرك اسمه، مجرد أنه تنتهي الحلقة أو ينتهي السيرة النبوية ننساوه نقول شكون هو، أبدا نعودش نتفكره. أبو جهل دائما مع أذية الرسول عليه الصلاة والسلام شغل من أشد الناس اللي إذوا الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو مرة في وسط سادة قريش مقابل الكعبة والرسول عليه الصلاة والسلام ساجد، قال لهم شوفوني ذوك نروح نحفس على الرقبة تاع الرسول رقبته الشريفة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك فيه، نحفس على رقبته وهكذا كما نقولوا ندرك عليها بكراعي تشوفني كيف ندير. فكي راح الله سبحانه وتعالى شغل منعه، شغل بدا كما نقولوا الفد يديه وبدا خايف من حاجة هو شايفها لكن أصحابه ما هم شايفينها. لما رجع قال لهم شفت بيني وبينه خندق من النار. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الصلاة قال للصحابة لو كان نزل كان زاد خطوة لو كان تلقفته الملائكة. وهنا اللي نزل الله سبحانه وتعالى آيات من القرآن الكريم. فهذه الحادثة كانت سبب من أسباب نزول آيات من سورة العلق، وهي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. ناديه
كان قصد به أبو جهل أصحابه اللي كان قاعد معاهم. إذا راك محتمي بهم ومستقوي بهم عيط لأصحابك، والله سبحانه وتعالى ينادي للزبانية، والزبانية هم ملائكة العذاب. وبالنسبة للناصية، الناصية هي مقدمة الرأس، ويقول لك أيام تكون سوداء. وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له كلا لا تطعه واسجد واقترب. وفي الكثير من الأحيان هذه الآية سمعتها عند واحد المسلمين جدد، يقول لك بمجرد أني نقراها كي نروح المكان يقولوا لي في ذاك المكان ممنوع الصلاة، لأنه في دول أوروبية كاين بزاف ناس أو أماكن ممنوع فيها تصلي. يقول لهم أنا بطلت هذاك الخدمة وما نزيدش نروح هذيك العمل، لأني دائما نتفكر أنه عندنا آية في القرآن الكريم هي كلا لا تطعه واسجد واقترب، ويصلي على جلد الآية. فهذه هي كانت محاولة أبو جهل أو عمرو بن هاشم إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد هذا الحوادث شغل أبو جهل، الرسول عليه الصلاة والسلام كان عايش بالقرآن الكريم، يعني يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. ما دام الله سبحانه وتعالى ما نزلش عليه آية يقول له اللي تقدر تدافع على نفسك أو تقدر تصد فيها الناس، ما يقدرش يدير شغل أي حاجة يقولها له الله سبحانه وتعالى يديرها. النضر بن الحارث كان راجل شغل يسافر للشام وللعراق، هذا رجل مشرك آخر من أشد المشركين ومش شاقيين كما احنا نقولوا. فكان يسافر للشام والعراق ويجيب الأساطير تاع الروم وتاع اليمن، فكان يقعد مع قريش ويحكي لهم على شيء يسمع. وكان يقرأ كتاب يقول له حفظ كتاب كليلة ودمنة، ويقعد يحكي لهم على الحكايات، ومن بعد يقول لهم ماشي أنا حكايتي أفضل ولا خير من هذا اللي راه يجيب لكم أساطير الأولين. وكان يقول لهم احنا سمعنا هذه الهضرة وهذه غير أساطير الأولين، والهضرة اللي أنا نقولها خير من جديد كما نقولها أنا نجيب لكم من جديد. فنزلت فيه الآية التالية: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. هو أيضا من الكفار الأشداء، كان هو وعقبة بن أبي معيط، كان شيبة بن ربيعة والوليد بن مغيرة وأبو سفيان بن حرب، لكن بعد أبو سفيان بن حرب يدخل للإسلام كان أبو الله بن عبد المطلب وأبو جهل وأمية بن خلف، عتبة بن ربيعة والشيبة بن ربيعة. كانوا هذو من أشداء الكفار في قريش، وكانوا من أشداء الناس اللي يأذوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالكلام وبالأفعال. مرة هذو الجماعة اللي قلت لكم عليها كانوا قاعدين قدام مكة، وجا واحد الرجل باع لأبو جهل واحد الجمال، وأبو جهل مبغاش يخلصوا فيها، شو كيما نقولوا كلالو دراهمو. فراح ليهم قال لهم شكون يجيب لي حقي من عند هذا الرجل من أبو جهل وعمر بن هشام. فهم يضحكوا قالوا له هذاك اللي راه يصلي الغد على الرسول عليه الصلاة والسلام قدام الكعبة. فراح ليه هو ما يعرفش، رجل خارج مكة. فراح عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له باللي أنايا بحت لأبو جهل جمال وما بغاش يمد لي دراهم. يقول لي ما عندك عندي دراهم كما نقولوا. فالرسول عليه الصلاة قال له هذيك الجماعة قالوا لي باللي انت اللي تقدر تجيب لي حقي منه. فدا الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رجل قوي، لكن قوته ما يقدرش يستعملها إلا إذا أمر الله سبحانه وتعالى بها. فدا هذاك الرجل وراح طبطب هكا كما نقولوا على أبو جهل. فخرج ليه أبو جهل، كي خرج وشاف الرسول عليه الصلاة والسلام صفار وقطر كما نقولوا، وجهه تبدل. فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل عندك مال أعطيه له، زوج كلمات. فراح يجري جاب هذاك الكيس تاع الدراهم وعطاه لذاك الرجل. ذاك الرجل فرح وراح رفد هذوك الدراهم وراح فات على هذيك الجماعة. كيف فات على هذيك الجماعة خزروا فيه وقالوا له باللي شسرة. قال لهم جاب لي حقي هذاك الرجل. خلعوا. فأبو جهل شغل راح لهم ووجهه مبدل. من بعد قالوا له مالك ما بك ما الذي شو كيما احنا نقولوا صرالك، كيف حتى خفت من محمد وانت اللي مال تدلو هذوك الضرابي. قال لهم باللي كي طبطب عليا وقال لي انا محمد حكمني رعب ما عندوش حدود. كيف فتحت الباب صرت موراه جمل فاتح فمه عنده انياب، حسيت بلي ذاك الجمل راح ياكلني. وبقاك شغل خايف. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش يبغى يستعمل هذه الأساليب مع قريش، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمره بها، رغم أنه كان قوي إلا أنه كان هذه الأمور تمشي بأوامر الله سبحانه وتعالى. هذه من بين الحكايات اللي مع أبا جهل. وتصوروا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقعد يصلي أمام الكعبة في الليل قيام الليل. صارت واحد الحاجة غريبة،
ربعة من المشركين هما عمرو بن هاشم، سفيان بن حرب، والأخنس بن شهيق، وعمرو بن وهب. هذو ربعة كانوا يروحوا يسمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي قدام الكعبة. وفي الليل كما نعرفوا باللي بكري ما كانش كاين الضوء برا، فلما تغيب الشمس ما تقدرش تشوف حتى يدك، الكف تاع يدك ما تقدرش تشوفها كي تمشي برا في الطريق. يروحوا يختبئوا هكا في مكان ويبقوا يسمعوا ذاك القرآن، وذاك القرآن هكا لذيذ ويتناسب مع المنطق ويتناسب مع العقل ويفهموه مليح وغذاء للروح. ومعهم كانوا شغل يستمتعوا من الأصل بالشعر وباللغة العربية. فلما ينزل قرآن من عند الله سبحانه وتعالى هو في الأصل غذاء للروح، فيبقوا يسمعوا وحتى واحد فيهم ما يشوف الآخر. كي يبداو راجعين يتلاقاو فيبداو يقولوا كيف درتو حاجه كيما هكا، دوك شغل يتسفهوا الناس. كون يعرفوا بلي رانا نسمعوا، كون يعرفوا بلي رانا نجو عند الرسول عليه الصلاه والسلام ونسمعوا كلامه، يتحالفوا باللات وبالعزى وبكاع الاصنام اللي عندهم، يزيدوا يعاودوا يتلاقاو. فكل مره يتلاقاو يتلاوموا يتحاتبوا يتحالفوا، ما نزيدوش مره وزوج وثلاثه وربعه. ومن بعد الاخنس بن شارق راح سفيان بن حرب قال له هل سمعت ما سمعت من قرآن؟ فقال له سفيان بن حرب قال له قال له ايه سمعت. قال له سمعت من الحق ما سمعتك. شو كانوا منبهرين بالقرآن. بعد الأخنس بن شريق راح لأبو جهل قال له أسمعت ما سمعت من القرآن؟ قال له أبو جهل قال له إيه سمعت. قال له بس قال له إحنا وبنو هاشم قال له كنا دائما كفرسي رهان، كنا دائما متسابقين. سقاو سقينا، داروا الرفادة وكلوا الحجاج احنا وكلنا، اهتموا بالكعبة اهتمينا بالكعبة. ومن بعد كي يخرج منهم نبي احنا شا باغيين نديرو؟ زعما شوفوا ابو جهل كيف يخمم. انا كين امن باللي من بنو هاشم خرج نبي صافي صايد دروك هما يعلاو علينا ويبداو خير منا، وحنا كنا دائما معاهم في سباق. هذه السبة تاع التكبر هي اللي ما خلاتوش يامن بالرسول عليه الصلاة والسلام. مش انه عبادة الله سبحانه وتعالى كانت مش مقنعة بالنسبة له، أو ما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من صلة أرحام، من أداء الأمانة، من حسن الجوار، من صدق الحديث. وكانت من أوائل الدعوة للرسول عليه الصلاة والسلام دايما صدق الحديث، صلة الأرحام، حسن الجوار، صدق الحديث، وترك عبادة الأصنام. عبادة الأصنام من الأصل هم ما كانوش مقتنعين بها، كانوا يديروا كما نقولوا كانوا يديروا صنم يسمعوه متمر من بعد كي يجوعوا ياكلوه. كانوا يرفدوا حجره معاهم بعد كي يجوا يقيسوها، يدوا حجره معاهم في الطريق من بعد هذيك الحجره كانوا يعبدوها بعد يحطوها تحت القدر وينصبوا عليها نصب ويشعلوها بالنار ويفطروا وياكلوا عليها. يعني ما امر من الاساس ما يدخلش في الدماغ، لكن التعارض مع المصالح الشخصيه وهي اللي تخليك بزاف ناس التكبر والمصلحه الماديه هما اللي دائما يطيحوا بين الانسان بين الانسان وبين ايمانه بالله وايمانه بالفرائض اللي فرضها علينا الله سبحانه وتعالى. دائما زوج صوالح، إما التكبر إما الأمر الثاني هو المصلحة المادية. يخاف الإنسان لا يخسر مصلحته المادية والاجتماعية كامل. فعلى هذيك أبو جهل كان يقول لهم لا نتركها لهم أبدا. اشتاهوا وأنا نروح نآمن بأنه جاء من عندهم رسول، لا نتركها لهم أبدا. كشغل بالكبر، ما هيش بحال حاجة تاع راه مقتنع أنه الصنم وراه غايض في العبادة. ولا المشركين اجتمعوا في دار الندوة قبل وفود الحج وبداو يقولوا نقولوا له الحجاج اللي جايين بخصوص النبي محمد عليه الصلاة والسلام، خصوصا إلا سمعوا ذاك القرآن. والقرآن كان هما بحد ذاتهم مبهورين. وكما حكيت لكم على الربعة اللي كانوا يسمعوا في القرآن الكريم وكانوا عارفين باللي ماهوش من عند إنسان، يبان باللي من عند الله سبحانه وتعالى، لكن مصالحهم المادية. فالوليد بن المغيرة كان قاعد معهم قال لهم أنا نروح ليه. راح للرسول عليه الصلاة والسلام يسمع ذاك القرآن. لما سمع القرآن شغل انبهر به. فواحد يقول لهم في دار الندوة نقولوا عليه كاهن، واحد آخر يقول لهم لا نقول عليه مجنون، واحد آخر يقول لهم لا لا نقولوا عليه شاعر. فالوليد بن المغيرة قال لهم لا لا تقدروش تقولوا عليه شاعر ولا تقولوا عليه كاهن ولا. قال لهم هذاك الكلام اللي يقوله محمد، قال لهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو وما يعلى عليه وما أشك أنه سحر. قال لهم ما ذاك السحر ما يفرق بين الرجل وولاده كما احنا نقول. فالله سبحانه وتعالى أنزل عليه
آيات من سورة المدثر، وكانت من أروع الآيات اللي ممكن تسمعها يعني في البلاغة بيزيد ينبهر أكثر وأكثر بالقرآن الكريم. والآيات هي: بسم الله الرحمن الرحيم: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة اللي عرف الحق من كلام الله سبحانه وتعالى، من القرآن اللي تلاها عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، عرف بلي هذا كلام حق، لدرجة أنه كما نقولوا دوخوا من البلاغة. والدليل في هذه الآية تاع القرآن الكريم: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، يعني هو كان عنيد لآياتنا رغم أنه فهمها. وتخيلوا معنى الآيات ديك: تعذرني ومن خلقت وحيدا، شحال عظيمة وشحال تخوف. أن الله سبحانه وتعالى يقول لك في تفسير ابن كثير، شغل عنده تفسيرين، شغل يقول لك الله سبحانه وتعالى قال خليه لي أنا ننتقم لك منه. تخيلوا الله سبحانه وتعالى يقول هكا للرسول عليه الصلاة والسلام. في معنى واحد آخر: اصبر أنا اللي راح ننتقم لك منه. خلقت وحيدا يعني احنا قاعد نزيدوا الناس تزيد وحيدة، ما يكون عندها لا مال ولا بنون ولا قوة ولا نكونوا قاع ضعاف كي نزيدوا. ومن بعد الله سبحانه وتعالى شوفوا شو عطى الوليد بن المغيرة على حسب الآيات: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كان سيد من سادة قريش مكة، كان عنده الأولاد، كان عنده البنون، كان بصحته، وكان ذواق للغة العربية. ديجا هذه نعمة كبيرة أنه الإنسان شغل يفهم بلاغة لغة ما، شغل اللغة عندك وانت تفهم البلاغة تاعها، هذه نعمة من أكبر النعم اللي الله سبحانه وتعالى ممكن يعطيها الإنسان. وهكا والوليد بن المغيرة شدار رغم أنه عرف الحق إلا أنه ثم أدبر واستكبر، استكبر على آيات الله سبحانه وتعالى وقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فهذه كانت آيات نزلت في الوليد بن المغيرة. وفاني قال لهم واحد المرة، قال لهم شو مكثرة اللي تذوق القرآن، قال لهم على ماشي أنا الله سبحانه وتعالى وبعثني كرسول أو بعث سيد قبيلة ثقيف، فانزل عليهم القرآن الكريم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله سبحانه وتعالى هو اللي خير أنبياءه، مش انتم اللي تقترحوا شكون النبي وشكون غير النبي. كان هذا الوليد بن المغيرة وإيذاؤه بطريقة أخرى للرسول عليه الصلاة والسلام واتهامه بالسحر، لأنه كان رجل يتذوق الشعر وعرف في الحق، عرف في الآيات اللي نزلت عليه، عرف أنه صح هذا حق من الله سبحانه وتعالى، لكن بما أنه يتعارض مع مصلحته الشخصية ومصلحته المادية، وهو كسيد من سادة قريش راح يعادوه وراح يديروا له تماما كما داروا للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أيضا كان من سادة قريش وما كان حتى واحد يقدر يتقرب له إلا لما جاء بهذا الدين الجديد اللي قال لهم فيه أعبدوا الله سبحانه وتعالى وأتركوا عبادة الأصنام. فبقت هذه نوع من أنواع الإشاعات اللي تقول فيها قريش أنه مجنون وكاهن وساحر على الرسول عليه الصلاة والسلام للقبائل اللي تجي تحج حول الكعبة، باهك شغل تقول لهم كم سي احنا رانا متبرين، هذاك ما يمثلناش حنايا، وحنا كشغل هذاك بمجرد مجنون وساحر وكاهن وكل مرة شي يقولوا عليه. باهي تبقوا دائما محافظين على مصالحهم المادية والمصالح الشخصية كسادة قريش. وهذه خلال 4 سنوات الأولى من الدعوة إلى الإسلام واش صرا للرسول عليه الصلاة والسلام. كانت هذه حلقة أخرى من حلقات إيذاء المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.